السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانكشف القناع، الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا كاشفين القناع من ايام نصير الدين الطوسي، ومن ايام ابن العلقمي، ومن ايام التتار، ومن ايام الدولة البويهية والدولة الصفوية والقرامطة والفاطميين، ومن ايام المؤسس الاول للشيعة عبد الله بن سبأ. احنا عارفين هذا الدين. انا لما اتكلم ما بتكلم عن عوام الشيعة، في عوام الشيعة مساكين مغلوب على امرهم، انا بتكلم على هؤلاء ادعياء المقاومة. من 45 سنة ايران صدعت رؤوس عقولنا وعقول العرب انه الشيطان الاكبر، امريكا الشيطان الاكبر. تبين انه الشيطان الاكبر في عقول الايرانيين هم اهل السنة، احنا صدام حسين واهل السنة والجماعة والعرب. الشيطان الاكبر هي الشيطان الاكبر اللي بعلموه المدارس الايرانية للشعوب الفارسية. هيو الكتاب الكل ينزله من الجوجل، واذا مش موجود هي النسخة انا بصور لكم اياها، اللي بده اياها انا بصور له اياها على عبر الواتساب، وهي رقمي موجود، ببعث له اياها كاملة، النسخة كاملة على الواتساب. كراهية العرب، يرضعون اطفالهم مثل الحليب، برضعوا اطفالهم من الصف الاول الابتدائي الى الجامعة انه الخطر علينا العرب. ولا يوجد في قاموس ايران وقاموس الشيعة قتل او الجهاد ضد اليهود. بقول لك احنا 2000 سنة، احنا 2000 سنة واحنا ساكتين على العرب. والان اتى وقت، هذا ايام الخميني، الان وقت انتقام من العرب، لانه العرب ادخلوا الاسلام للفرس. بقول لك انتم دمرتوا دولتنا، احنا كانت عندنا مملكة كسرى. العرب البدو هيك بيحكوا بكتبهم، البدو دمروا دولتنا، بدهم يظلهم على الدين الفارسي. ما دخلوا ايران، ما دخلت الاسلام الا مكر ومكيدة للاسلام. لذلك تجد دائما ايران خنجر في ظهر المسلمين. اقروا الكتاب هذا وبتعرفوا العقلية الإيرانية، برضعوا أطفالهم كراهية العرب. لذلك المهدي الشيعة، اقروا الكتاب الثاني هذا، بروتوكولات آيات قم حول الحرمين المقدسين، هذا من كتب الشيعة الموثوقة. بقول لك المهدي الشيعي، طبعا مهدي الشيعة اخوان يختلف عن المهدي السنة اللي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مهدي الشيعة في كتب الشيعة المعتمدة، كيف عندنا احنا نعتمد على كتب، عندنا صحاح بخاري مسلم سنن كذا، عندهم أصح كتاب الكافي، وكتاب الغيبة، وكتاب بحار الأنوار، وكتاب بصائر الدرجات، وكتب كثيرة بيعتمد عليها المذهب الشيعي. يعني هذه عمدة المذهب الشيعي. بقول لك المهدي عندما يخرج، هذا من كتب الشيعة، المهدي طبعا المهدي تبعهم يقتل مين؟ مش اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا الفرس، يقتل العرب. مهدي الشيعة يقتل العرب، ويخص بالقتل قريش اللي هم صلب العرب، ويدمر المساجد، ويحكم، هون اللعبة، ويحكم بحكم آل داود، وينادي الله، المهدي الشيعي، وينادي الله باسمه العبراني. هاي من كتب الشيعة المعتمدة، اللي بده يعرف العقلية الإيرانية وليش خانت غزة وتآمرت، وأخيرا أمريكا أفرجت عن كل الأموال المجمدة في العراق إلها. هذا اللي في العراق الآن أصبحت إيران الآن هسه عندها مليارات في خزينتها من أمريكا. أفرجت قبل حوالي شهر عن 6 مليار، وقبل 14 يوم عن 10 مليار، وقبل يومين
3 مليار، والآن أفرجت أمريكا عن جميع أموال إيران المجمدة في العراق. شايفين إيران؟ الحمد لله بانت الحقيقة، بانت إيران على حقيقتها. 40 سنة 45 سنة إيران تقول لك الموت للشيطان الأكبر، تبين أنه الشيطان الأكبر أهل السنة، والموت لأمريكا والموت لإسرائيل تبين أنه الموز لأمريكا والبترول لإسرائيل. تقارير عالمية، هاي تقارير عالمية أنه إيران ترسل النفط عبر تركيا إلى إسرائيل، وهاي هي إيران. السلام عليكم. طفح الكيل لك الويل أيا جرذ قم بلغ السيل الزباء. والله هذا الكلام لابد أن يسمع حتى النهاية، براءة للذمة. إذا لم تسمع نهايته فلا تسمع بدايته. نداء عاجل ومهم جدا بصوت عشرات الملايين من إخوتكم العرب، يا إخوتنا الفلسطينيين المظلومين المنكوبين المرابطين الذين يبادون في غزة وغيرها. قلوبنا معكم تحترق لأجلكم، ومستعدون للتضحية بأرواحنا وأموالنا وكل ما نستطيع نصرة لكم كلما أتيح لنا ذلك. فأنتم إخوتنا في الدم والعقيدة، وقضيتكم قضيتنا. نحن إخوتكم المنكوبون مثلكم بمحتل فارسي أبشع وأفظع، ارتكب كل ما ارتكبه ويرتكبه من فظائع في العراق والأحواز وسوريا ولبنان واليمن باسمكم وتحت غطاء ما يسمى محور المقاومة، وثمنا لدعم تافه مزعوم لكم، ولمسرحيات الصواريخ والتصريحات المفضوحة بينهم وبين الصهاينة والصليبيين. وستدركون قريبا أن الإبادة والمجازر التي حدثت لكم ما هي إلا صفقات بينهم. يا إخوتنا الفلسطينيين الغيورين، في بلد اليمن مثلا لقد احتل العدو الفارسي وأذنابه الحوثيون ودمروا وطننا وأهانوا ودنسوا كل مقدساتنا ورموزنا الوطنية باسمكم. قتلوا وهجروا وسجنوا وعذبوا الملايين منا وفجروا بيوتنا ومساجدنا ونهبوا كل ما نملك باسمكم. انتهكوا الأعراض واغتصبوا النساء ونشروا الشذوذ والمخدرات باسمكم. اختطفوا وجندوا مئات الآلاف من الأطفال واستغلوهم جنسيا وحولوهم إلى إرهابيين قتلة باسمكم. زرعوا في أرضنا ملايين الألغام الإيرانية باسمكم. يعملون على تغيير عقيدة الملايين من إخوتكم العرب المسلمين الموحدين إلى دين الشرك والكهنوت الفارسي وتغيير هويتهم العربية باسمكم. يقومون بتجويع إخوانكم اليمنيين ونهب رواتبهم وامتهان كرامتهم وتحويلهم إلى عبيد للعلوج المعممين باسمكم. وكمثال بسيط، فبمجرد انطلاق عملية غزة بدأ الحوثي مباشرة بقصف منازل المدنيين في تعز وقتل الأطفال والنساء وحشد ميليشياته الإرهابية باتجاه مأرب تحت راية فلسطين. ومأرب مثل غزة هي ما تبقى من شمال اليمن خارج سيطرة المحتل الفارسي. كما بدأ بطباعة سندات لنهب ما بقي من أموال اليمنيين بذريعة دعم المقاومة لتمويل مشروع الموت. وكذلك بمجرد أن أطلق الحوثي بعض الألعاب النارية في الهواء باسم نصرة غزة، بدأ مباشرة بتهديد السعودية والاستعداد لفظائع جديدة بحق اليمنيين. وبدأ بجمع تبرعات لما يسميها القوة الصاروخية والطيران المسير. إننا ندفع ثمن كل شعار كاذب أو تصريح أو فقاعة يطلقونها. لقد هتفوا بصرختهم أو بشعار المقاومة الكاذب فوق أشلائنا وعلى أنقاض منازلنا ومساجدنا التي فجروها، كما فعلوا في سوريا حين أبادوا مدنا وقرى واستخدموا الكيماوي ونشروا السوريين أحياء بالمناشير ودفنوهم في مقابر جماعية وهم أحياء تحت شعار المقاومة. إنهم يقتلوننا في اليمن وسوريا ويستهدفون السعودية على أساس أننا يهود، ويقصفون ويحتلون مدننا وقرانا على أساس أنهم يحررون فلسطين. لقد استهدفوا مكة والكعبة نفسها التي هي أقدس من القدس والأقصى بالصواريخ، وداسوا وحرقوا المصاحف تحت هذا الشعار. إننا نتعرض لاحتلال وحرب إبادة دينية عنصرية فارسية مسكوت عنها باسمكم. فما هو موقفكم؟ ما هو موقفكم؟ لا بد من موقف عروبي إنساني لكم يوقف هذا الاستغلال البشع لمعاناتكم ولقضيتكم. إنكم تواجهون الموت بشجاعة في كل لحظة، فماذا تخافون؟ أبرئوا ذمامكم من دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وتغيير عقيدتهم واحتلال وتدمير أوطانهم، وأعلنوا أنكم لم ولن تستلموا الثمن البخس لكل ذلك. أبرئوا ذمامكم من أولئك المشركين بالله الذين يكفرونكم ويطعنون في عرض نبيكم وفي صحابته ويحرفون ويشوهون دينكم بطقوسهم وخرافاتهم. وكيف تنتظرون نصرا من عدو الله وعدوكم؟ نحتاج إلى رسائل شجاعة من داخل غزة، من تحت الأنقاض ومن الضفة ومن كل فلسطين ومن الفلسطينيين في الشتات تتبرؤون فيها من أولئك المحتلين القتلة المتاجرين باسمكم. أسقطوا أقنعتهم، لا تستهينوا بالكلمة وبمقاطع فيديو ومنشورات تبرئون بها ذممكم وتنصرون بها إخوتكم، وكلمتكم اليوم معناها عظيم عند الله وعند أمتكم. ردوا علينا يا إخوتنا في الدم والعقيدة، هل أنتم راضون بما حل بنا باسمكم؟ هل أنتم راضون بما حل بنا باسمكم؟ نحن في انتظار ردكم على هذا النداء وتأييد كل عربي له. أخوكم ناصر العشاري، يمني حر مشرد يحلم بالعودة إلى وطنه المحتل دون أن يستعبد أو يقتل.